طيب المطبخ الجميل اللي قدامكم ده هو حلم شاب، بدل ما يحط فلوسه كلها في مطعم فكر بره الصندوق وفتح كلاود كيتشن، وبفرق الفلوس اللي وفرها عمل عروض كتير عشان ياكل مصر كلها اجمد مشويات باعلى خامات وارخص سعر. وبجد يا جدعان نظافه المكان اللي انا شفتها والاكل اللي بيستخدمه خلتني لازم اتكلم عنه واعرف مصر كلها عليه. فتعالى بقى احكي لك عن كلاود كيتشن دان جريل اللي موجود في التجمع. فانا بقى ايه جبت من عندهم اوردر وقعدنا بقى على كافيه قعده رايقه كده، وخلينا بقى نجرب كل حاجه مع بعضينا ونشوف ايه اجمد حاجه عندهم. وخلينا نبدا اول حاجه مع بوكس اسمه دان سبيشال، وده بوكس عباره عن 4 سندوتشات كفته مع 2 شيش واحد حواوشي، وده بيجي معاه باكت بطاطس شيبسي شكلها حلو قوي الصراحه، مع واحده دان شوت ودي ميه السلطه وكميه طحينه وسلطات محترمه، والقصه دي كلها سعرها 220 جنيه. في عندهم بوكسات ثانيه 8 و12. خلينا نبدا اول حاجه مع سندوتش الكفته. في صباع كفته يعني ده كده سنجل يا جماعه. هنحط السلطه الاول ونغرقه طحينه. تصدق حلو قوي. ده صباع كفته طالع من حياتي، العيش نفسه طازه قوي. يلا بينا بقى على السندوتش اللي بعده، وده سندوتش الشيش. عارف الحاجه لما تبقى طالعه بنظافه البيت لكن كواليتي المطاعم، اهو ده انا حسيته هنا قوي. التتبيله بتاعتها جميله كده ورايقه. نبلع بقى بواحد دان شوت حراقه طعمها حلو. يلا بينا بقى مع اخر سندوتش في البوكس ده، وهو سندوتش الحواوشي. هو يبان صغير شويه بس الصراحه كميه اللحمه اللي في القلب كويسه، بيقرمش قوي. تتبيله اللحمه بتاعه الحواوشي مختلفه عن بتاعه الكفته، فدي حاجه حلوه يعني هم مهتمين بالتفاصيل دي. ده بقى ايه سندوتش سجق، هو بره البوكس اصلا بس قلت ايه لازم نجرب المنيو كله. كميه سجق في القلب محترمه قوي. السندوتش ده متروس. نبلع بقى في النص بشويه ليمون نعناع، مركز قوي. فخلينا بقى نخش على اللي بعده، هو حواوشي البيتزا بيج. ويا جماعه هو بيج عشان بقى ده حجم بقى. اوف ده حواوشي حجمه محترم قوي جنب وشي، مليان جبنه من القلب. بص كميه الحشو في القلب عامله ازاي. كواليتي اللحمه هنا حلوه قوي وواضحه. تاتش الجبنه اللي مستخدمينه خليها فيه زياده دسامه كده. واخر حاجه بقى معانا وهي الوجبات. بصوا عندهم منيو وجبات كبير بقى، صدور فراخ وحاجات ياما، بس انا جبت ايه الميكس ده كده. الارقام بتاعتهم ايه. والوجبه الميكس دي عباره عن سيخ كفته مع سيخ شيش طاووق مع كميه رز كويسه قوي، و2 طحينه وواحده توميه مع 2 سلطه. انا نفسي عندي كلام. نظافه البيت بكواليتي المطاعم. الوجبه دي حلوه قوي. او في منها اصلا وجبه هيلسي بتبقى من غير الرز، دي بتبقى سلطه وبتاع. والله يا جدعان تجربه تستحق التصفيق جدا يعني.